بصولي بقى على الجمال والحلاوة دي. هنعمل النهاردة الترند الجديد، كيكة البركان، بطريقة بسيطة جدا عشان تطلع معاكي بالحلاوة والجمال دي. شايفين الطبقات؟ بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا بمكونات متوفرة ان شاء الله في كل بيت. بس قبل ما نبدأ الوصفة نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا على طول. هجيب عندي هنا الخلاط بتاعي، وعندي 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وعندي كيسين من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا، وكوباية الا ربع من السكر، وهضربهم كويس قوي لحد ما لونهم يفتح بالطريقة دي. هضيف عندي نص كوباية من الزيت، كوباية من الحليب، وهضربهم في الخلاط. اكون بقى عندي هنا الخليط الجاف. عندي كوبايتين من الدقيق، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، وذرة صغيرة جدا من الملح. وهنخل الكلام ده كله مع بعضه تمام قوي كده، وهقلبهم كويس قوي مع بعض، وانزل على طول بالخليط السائل بتاعي اهو. تمام قوي كده. انا المكونات بتاعتي مستعملة المج الشاي العادي المتوفر في كل بيت، وكمان ضفت معلقة كبيرة من الخل، وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه لحد ما الدقيق كله يختفي وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هجيب عندي هنا الصينية مقاس 22، الصينية الصغيرة، وهدهنها بالزبدة او السمنة زي ما تحبي، وهنزل على طول بالخليط تمام قوي كده. هديها خبطتين 3 كده علشان تخرج كل الهواء، وهركنها على جنب وابدأ اعمل الخطوة التانية. عندي 3 كوبايات من الحليب، عليهم 3 كوبايات من 3 معالق من الكاستر، و3 معالق كبار من السكر، وكمان هدوبهم مع بعض وارفعهم على النار لحد ما يغلوا ويبقبقوا ويتماسك معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده. تمام قوي كده. هطفي عليه كده كويس قوي. هنزل على طول على الخليط بتاعي في نص الكيك كده. احاول ان انا ما اجيبش الخليط بتاعي على الطروف علشان ما يتحرقش مني، يا دوبك في نص الكيك كده زي ما انت شايفة. حطيت الصينية بتاعتي كده في صينية تانية لانها خفيفة، وادخلها الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. بتاخد من 45 من 40 ل45 دقيقة، وبتطلع عندي بالجمال ده، وبختبرها بخلة واشوفها استوت ولا لأ. واول ما تطلع من الفرن بسيبها تبرد تماما وادخلها التلاجة، وبعد كده بقلبها عندي في طبق التقديم بتاعي زي ما انت شايفة اهو كده. تمام قوي. هعمل بقى الطبقة التالتة بتاعي، طبقة الشوكولاتة. هجيب نص كوباية من الحليب، عليهم نص كوباية من السكر، وكمان نص كوباية من الكاكاو الخام، وكمان نص كوباية من الزيت. واقلب بقى المكونات بتاعتي دي كويس قوي اهو. اسهل واسرع صوص شوكولاتة ممكن تعمليه، وارفعه على النار لحد ما يبقى عندي بالقوام اللي انت شايفاه ده. تمام قوي كده وزي الفل. خلاص كده. هطفي عليه وابتدي ان انا ازين بيه الكيكة بتاعتي. بسيطة قوي وسهلة قوي، ومش هتاخد منك وقت خالص اهو. هبتدي ان انا اصب الخليط بتاعي على الكيك تمام زي الفل اهو. هوزعه عندي كده على الكيك بتاعي كده. تمام قوي. هزينها باي حاجة عندك بقى. عندك شوكولات شيبس، عندك شوكولات مجروشة، تمام، جوز هند، ماشي، اللي انت حباه زيناها. مش عايزة مش عايزة تزينيها تمام برضو مفيش مشكلة، تطلع معاكي برضو جميلة وزي الفل.
هدخلها الفرن لحد ما الصوص يمسك على الكيك بتاعي، يا دوبك ساعة كده لحد ما الصوص يمسك شوية عشان يطلع معاكي التقطيع مظبوط. اهو كده تمام قوي كده بعد ما طلعت من التلاجة. كويس قوي كده، شايفين الطبقات وشايفين الجمال. وعندي طبقة الكاستر في نص الكيك. على فكرة ممكن تستبدلي الكاستر بالمهلبية، ممكن تعمليها بالنشا عادي جدا، مفيش مشكلة، هتبقى تمام برضو زي الفل. اهو شايفين الكيك متماسك معايا ازاي، والطبقات كلها متساوية وحاجة قمر. مستنياكوا تجربوا الوصفة دي وتكتبولي في الكومنتات طلعت معاكم ازاي، وتقولولي وصلتوا معايا لحد فين في الفيديو. ولو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك وتشيري الفيديو علشان الكل يستفاد معانا. اهو شايفين بقى الكلام، شايفين الجمال من جوه، حاجة كده قمر قمر. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.